إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا. صلاة العيد أثابنا وأثابكم الله. استووا استقيموا. تقول صلاة العيد مقتديا. سووا صفوفكم أيها الإخوة. صلاة عيد الفطر. الله أكبر. سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم العرض الأكبر محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اجتباه على فترة من الرسل فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أوصيكم معاشر المسلمين بالصلاة والسلام عليه ما دامت الروح في الجسد، فإن الصلاة عليه ترد عليك 10. وأوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والظاهر والباطن، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يقول ربنا في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله الذي أتم لنا عدة رمضان 30 يوما، وأكرمنا بشهود أيامه وقيام لياليه. أيها الناس، يقول ربنا في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الصائمون القائمون الذين من الله عز وجل عليكم بصيام رمضان، أبشروا، فإن حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله. فإذا قصر في الصيام وخلط جاءته ليلة القدر لتحمل له البشرى العظيمة. ففي الصحيحين يقول: من فداه الروح والجسد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا وإن الذي تقدم من ذنوبنا تشيب له رؤوس الولدان، نسألك أن تغفرها كلها. يا حي يا قيوم، نبئ عبادي
أني أنا الغفور الرحيم. قل بفضل الله، هذا هو الفضل، وبرحمته، هذه هي الرحمة، فبذلك فليفرحوا، وهذا أمر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون. أن تصوم رمضان وتقوم لياليه خير من الدنيا وما فيها. دخل رجل زعيم في بعض مدن الجزيرة يوم فتحها رسول الله عائدا من تبوك، وعليه عباءة من حرير ناعمة نعومة عظمى، فجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتلمسون عباءة الرجل وهو داخل إلى رسول الله. قال المصطفى بعد أن تعطروا المسجد والمجلس بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من نعومة عباءة أكيدر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. هم فقراء الصحابة ما كان عندهم. أتعجبون من عباءة أكيدر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده، سمعون الصلاة على النبي، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا الله، لمناديل سعد التي يجفف بها دموع عينيه والتي يجفف بها وجهه خير من الدنيا وما فيها. افرح إذا بسطت سجادة القرب إلى الله في ظلمة الليل. افرح إذا تعلمت عيونك لغة البكاء بين يدي الخالق الأحد. افرح إذا كان في وجهك مثل ركب المعزى من شدة السجود. افرح إذا تعلم قلبك لذة الخطاب. افرح إذا طرقت باب العز بذلك. افرح يوم يجوع بطنك وتهمي عينك وتعلم جبينك لذة السجود بين يدي الله، وهذا ما حصلتم عليه في رمضان. فافرحوا وأبشروا واستبشروا، فإن الله سبحانه وتعالى أقرب إليكم من حبل الوريد. يرى المكان ويسمع ما يجري على اللسان ويعلم ما بين خفقان القلب والجنان سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد على ما أنعمت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نشهدك أننا نشكرك ونحمدك ونثني عليك الخير كله، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تطاع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يومكم هذا اسمه في الأرض يوم الفطر، واسمه في السماء يوم الجائزة. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا. أرأيتم إلى العامل متى يأخذ أجره؟ قالوا: إذا فرغ من عمله. قال: هو يوم الجائزة، عندما ينتهي من عمله وقد أتم الصيام والقيام. اليوم يحصد الناس الجوائز، وأسأل من بيده ملكوت السماء أن يجعل جائزتكم الجنة، وأن يجعل جائزتنا من الجنة الفردوس. فإنا سمعنا حبيب الله عز وجل يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن سقفها عرش الرحمن ومنها تنبع أنهار الجنة. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا، فإذا قبلت فهذا محض فضلك، ولا تردنا خائبين، فما هذا الظن بجلالك. أيها المسلمون، اليوم يوم الرحم، أجل يوم الرحم. اترك أصدقائك ورفاقك وأصدقاء العمل، واشتغل بأرحامك، وبل ما بينك وبينهم بالسلام، فإن الرحم اشتقت من اسم الرحمن سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اليوم يوم صلة الأرحام والبر بالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والآباء. اليوم يوم تجتمع فيه الأسر وتشتد فيه أواصر التلاحم والمودة والمحبة. اليوم يوم الابتسام. يا أهل الأحزان إليكم عنا، فنحن فرحنا بصيام رمضان وقيام لياليه. احزنوا كما تشاءون
فنحن أمة الفرح برحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجبر خواطركم، وأن يعيد عليكم رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، وأن يمتعكم بصحتكم وعافيتكم وموفور غناكم، وأن يجمعنا وإياكم سالمين غانمين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. اعلموا عباد الله أن الله عز وجل شرف قدركم، فأمركم بقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا، وقف الصديق يخطب في الناس يقول: ما يحفظه صغارنا وكبارنا. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها المسلمون، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانتهى، ونحن اليوم في أول يوم من شوال. ومن كان يعبد رب رمضان فإن الله حي لا يموت. ألا وإن الصلوات بانتظاركم، والمساجد التي اعتادت عليكم لا تتركوها وتهجروها، والمصحف الذي تعلم أن تنظرون إليه وتقرؤون آياته لا تتركوه، ولا يتحقق فينا قول الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاستقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا لهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند النفخ في الصور وخروجهم إلى يوم البعث: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إنها الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاستقيموا أيها الإخوة، وإن الله عز وجل وعدكم جنات النعيم. واعلموا معاشر المسلمين أننا في يوم جبر الخواطر الذي تجبر فيه خواطر الناس أجمعين، فلا تكسروا خاطر أحد حتى لا يكسر الله خاطرنا. قال بعض أهل العلم: يسن لمصلي العيد أن يخرجوا إلى بيوتهم من طريق آخر غير الطريق الذي جاءوا منه إلى المسجد. لماذا؟ قال: تبركا بأن يغير الله عز وجل مسير حياتهم، وقد خرجوا كيوم ولدتهم أمهاتهم من غير ذنب ولا خطيئة. ومن سنن العيد معاشر الإخوة، من سنن العيد المصافحة. المصافحة، فإنك إذا التقيت أخاك وهززت يده تحاتت ذنوبكما كما تحات أوراق الشجر. وليس من السنة التقبيل من الخدود، هذا ليس من السنة. أنا شخصيا اعذرني لا أحبه، وإنما أحب مصافحة الرجال، مصافحة اليمنى باليمنى هكذا كالرجال، ونترك ذلك لأخواتنا الفضليات من النساء. واعلموا أيها الإخوة أن إخوانكم في هذا المسجد الذين قاموا على خدمتكم في هذا الشهر الكريم هم ينتظرون منكم كلمة تجبر خواطرهم، وينتظرون منكم عيدية توضع في صناديق التبرعات. هذا ليس صدقة وليس زكاة، وإنما بلغتنا العصرية لغة جبر الخواطر، يعني عيدية. هلا في ناحية مهمة أيضا، الإخوة اللي طلعوا وما حضروا الخطبة وما دفعوا عيدية صارت عليكم. أنتم اللي حضرتوا الخطبة، اللي حضرتوا الخطبة عليكم عيدية مضاعفة عنكم وعن الذين خرجوا من المسجد ولم يصلوا ولم يحضروا خطبة الجمعة. فاجبروا خواطر هؤلاء أيها الإخوة، يجبر الله عز وجل خاطركم. واعلموا أننا معروضون على الله عز وجل في يوم يجعل الولدان شيبة، وأن الله عز وجل يستجيب الدعاء،
وأن الله سبحانه وتعالى ينيل العباد الرجاء. وملاحظة أخيرة، يوم ختمنا القرآن في ليلة 27 وزعنا ختمات على الإخوة، ففي بعض الأجزاء نقصت، يعني في ختمات كثيرة وجدناها ناقصة. قد يظن الطفل أو الأخ أن هذا الجزء هدية، لا، نرجو كل أخ عنده جزء هذا وقف للمسجد، أرجو أن يعيده إلينا في الأيام القادمة بعد العيد حتى لا تتخلخل ختمات المسجد، يرحمنا ويرحمكم الله. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهبنا لسعة جودك وغفرانك يا كريم، ومن علينا بما مننت به على عبادك الصالحين، وأعطنا من فضلك ما تقر به عيوننا، ولا تصرفنا عن بيتك العامر هذا وعن محرابك الكريم هذا إلا وقد ناديت في ملائك اشهدوا أني قد غفرت لهم، وهذا حسن الظن بجلالك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. اللهم من أراد مدينته المنورة المباركة الطيبة بشر فاقسم ظهره وهد ملكه وزلزل أركانه كائنا من كان، واحفظنا بعينك التي لا تنام، وخص بحفظك بلاد الشام، وخص بحفظك من بلاد الشام عبادك المؤمنين في يومنا هذا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وكل عام وأنتم بخير. ليس أقل من أن تصافح جليسك ثم نصافح بعضنا في المحراب، ولا مانع من أخذ الصور التذكارية، فهذا ليس حراما، ومن قال بغير ذلك فقد أكثر على الله عز وجل الفرية. تقبل الله منا منكم، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين.